السلام عليكم، ازيكم يا متابعيني. هذه مشاريع وزارة الإسكان، هذا الذي تعمل وزارة الإسكان للمواطن. انظروا، هذه مواسير على وجه الأرض وتدفن وتعمل قواعد، وتعمل حتى ليس قواعد ولا صبة نظافة، دفنية وعمدان أبو 12. وعندي الإثبات. هذه المشاريع اللي هي توصى بها وزارة الإسكان، هذه اللي تعمل للمواطن. هذه القطع. أما أنتم الله شوفوا عين المواطن. هذا المشروع اللي توصى به وزارة الإسكان وعلى الكود السعودي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هذه قطعة، شوف الخيط، هذا الخيط يا أخوان، هذا الخيط، هذه قطعة عن الحق موصلة أخرس، وتدفن المواصير انقذوا أبنائكم وتعمل عمدان أبو 12. برية. وهذه مشروع كبير بالشكل هذا هو حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه التكملة، شايفينها؟ هذه التكملة، هذه الفلل التي تصنع بالتلاعب من وزارة الإسكان. تفضلوا، هذه هي، شايفينها؟ مواسير، فلة موصلة إلى فلة ثانية. وهذه هي، هذا هم شغال في كبر المشروع. اوكي، انا انصح جميع المواطنين انهم ما يستلمون من وزارة الاسكان، لانها هذه تلاعب. وهذه هي، اوكي، هذه هي، هذا المشروع شغال. وهذه تدفن المواسير بعد ما تنتهي من السباكة، تدفن. بعد كذا يسوون لها صبة نظافة عشان اخفاء التربة مع العمدان. بعد كذا ينشئون العمدان على ابو 12 لين يوصلون السقف، ويسوى السقف ويدفن بخرسانة مع تسريف للمياه ويسلم للمواطن. تحياتي لوزير الإسكان. هذه اللي ائتمن عليها، هذه هي. سنة بالكثير والعمارة هابطة متشعرة. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو المشروع، هذا هو شغال. تحياتي. انظروا في الفرق، هذه تكملة لوزارة الإسكان، وهذه تكملة للمواطن الذي يشتغل بعرق جبينه وبفلوسه وبحر ماله. هذا هو. انظروا، هذا الحديد، وهذه فرشة النظافة. هل عملت وزارة الإسكان كذا؟ أتحدى وزير الإسكان، لا، لم تعمل كذا، أتحدى. هذه، هل شفتوها؟ هذه، تفضلوا، هذه صبة النظافة، صبة نظافة وقواعد أبو 14، وعمدان أبو 16. أتحدى أنه عملها، أتحدى وزارة الإسكان عملت أي عملها المواطن. وهذه صبة النظافة أبو 8، وكانت أبو 10، وكانت أبو 10. هذه مين اللي اشترطها؟ اشترطتها وزارة الإسكان على المواطن وعلى الشركة اللي أنتم شاهدتوها؟ لا. وهذه هي الحديد قدامكم. هل وزارة الإسكان تشتغل الشغل هذا شغل المواطن؟ هذا شغل المواطن طال عمرك، الذي المواطن يبغى يسكن. ما يجي آخر الزمن بالكثير 5 سنوات وهي العمارة ذائبة على أهلها، ولا يغادر الحياة المالك الأول إلا الأولاد. العمارة عندهم تشعرت تكسرت، ويجي الدفاع المدني ويكتب عليها آيلة للسقوط، لا تصلح للسكن. تحياتي لوزير الإسكان.